العديد من الأسماء البارزة التي استقرت بمدينتي وجدة والناظور، والتي كانت تشكل جماعة وجدة، ونالت بعد الاستقلال أرفع المناصب في الجزائر، على رأسهم أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر المستقلة، قبل أن ينقلب عليه صديقه هواري بومدين، واسمه الحقيقي محمد إبراهيم بخروبة، ومحمد بوضياف الرئيس الجزائري الذي عاش في المغرب المقتول من طرف العسكر، وعبد الحفيظ بوصوف الذي أسس جهاز المخابرات الجزائرية، وشريف بالقاسم الذي تقلد عددا من المناصب العسكرية وحقيبة وزير دولة، ونور دين يزيد زرهوني الذي تقلد رئيس مختلف أجهزة المخابرات، وشكيب خليل الذي ولد بوجدة وشغل منصب وزير الطاقة والمعادن بالجزائر.